دي أحلى شوربة مغربية ممكن تجربوها على طريقتي، صحية جدا وذكية جدا. مكوناتها كتير بس سهلة جدا. أول حاجة هننزل في حاجة غويطة على النار بمعلقة سمنة وزيت، وننزل ببصلاية وعليها معلقة توم صغيرة مفرومة وجنزبيل وعود كرفس، وننزل باللحمة أو بالفراخ بتاعنا ونقلب. وأول ما لونها يتغير هننزل بالبهارات بتاعنا اللي هي ملح وفلفل أسود وكركم ورشة قرفة أو عود قرفة، ومعلقة كبيرة معجون الطماطم، وكوباية عصير طماطم. وأول ما تتسبك يعني الدهن يطلع على الوش بالشكل اللي هتشوفوه ده، هننزل بالحمص المسلوق لأنه بيطول جدا في السوا، أو يكون منقوع ونعملها في حلة ضغط، أو الحمص يكون كنز وجاهز زي ده كده. ممكن تغسلوه وتصفوه من المية اللي فيه لو مش حابينه، هو عامة متصنع للأكل بميته بس زي ما تحبوا. وبعدين هننزل بمعلقة كبيرة عدس ومعلقة كبيرة شعرية، وننزل بالمية السخنة نص لتر، ممكن أقل أو أكتر على حسب القوام اللي بتحبوه، ونغطي ونسيبها على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. وبعد كده نهدي النار وننزل بشوية بقدونس أو كزبرة أو الاتنين كلها فوايد، وعصير ليمونة. وآخر حاجة هنجيب معلقة دقيق في ربع كوباية مية فترة، ونقلبها كويس وننزل بيها على الشرب، ونسيبها شوية علشان القوام بتاعها يتقل والطحين يستوي. وبالعافية جربوها هتعجبكم جدا وهتحبوها وهتعيدوها تاني. ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكوا كل جديد. سلام يا حلوين.